بطلب من جماهير برشلونه ان هي ترجع بالذاكره شويه. اخر تشامبيونز ليج حصل عليه نادي برشلونه تحت قياده المدرب لويس انريكي، في لعيبه كتيره جدا شاركت في البطوله دي، وفي كام لعيب ما شاركش في البطوله دي. من اهم اللعيبه اللي ما شاركتش في البطوله دي واللي تدرب بشكل ممتاز جدا تحت قياده المدرب لويس انريكي، لكن للاسف عقليه اللعيب ما استمرتش بطريقه احترافيه، رغم ان هو خد فرصه تانية مع نادي اي سي ميلان في فتره من الفترات، لكن ما لعبش دقائق كتيره مع نادي اي سي ميلان. وهو اللعيب اليان هاليوفيتش، اللعيب هيلعب في الدوري الايراني بشكل رسمي في السيزون اللي جاي. اللعيب اهم فترته مع نادي برشلونه، هو انضم لنادي برشلونه كان يوم الاثنين بتاريخ 26/5/2014، قادم من نادي دينامو زغرب الكرواتي. اللعيب مشاركته الوحيده فقط مع برشلونه كان يوم 15/1/2015، نزل كبديل في الدقيقه 62 بديلا للعيب اداما تراوري، اللعيب اللي تالق بشكل كبير جدا مع بيب جوارديولا ومع لويس انريكي في اخر فتراته. نزل كبديل في بطوله كاس الملك ضد نادي إليتشي، واللي فاز برشلونه بنتيجه 4-0. اللعيب هيروح الدوري الايراني. حتى الان اللعيب لما هينتقل للدوري الايراني بنسبه 90% مش هيتالق، لان عقليه اللعيب بدات بدون تالق رغم الفرصه الكبيره اللي كانت اتاحه ليه مع قياده المدرب لويس انريكي. بنسبه كبيره هينتهي برضه من غير تالق في الدوري الايراني.